وليد الركراكي واش خاصو مازال يبقى مع المنتخب المغربي ولا صافي خاصو يمشي؟ دابا قولوا لي واش معقول نبدلوا مدرب وصلنا لنصف نهائي كاس العالم، ولا واش معقول نبدلوا مدرب حيت ما نجحش جوج المرات في كاس افريقيا وما قدرش يربحها؟ انا عارف كل واحد والمعقول ديالو. هاد الايام كاينه بزاف الاخبار كدور، مرات تيقولوا وليد الركراكي الساقل، مرات تيقولوا باقي. منابر اعلاميه رسميه كتاكد مغادره وليد الركراكي، من بعد بساعه كنرجع كنفي الخبر. كاين حتى اخبار على المدرب المقبل اللي من المحتمل انه هو اللي غيعول وليد الركراكي، مره كزافي هرنانديز، مره طارق سكيتيوي، مره لا راه ما كاين حتى شي واحد. وحنا كجمهور مغربي ما بقينا عارفين نيت واش هادشي بصح ولا ماشي بصح، واشنو نيت كيدور في الكواليس بصح، واش هادو شي تسريبات اللي كيخرجوا قبل من الاعلان الرسمي ولا اصلا هادشي ما منه والو. دابا بغيت نعطي رايي الشخصي، راي مغربي كيتفرج في الكره بالعقل ماشي غير بالعاطفه. واش هذا هو الوقت المناسب ديال التغيير؟ غير باش نكونوا واضحين، كاس العالم قريب بزاف، تقريبا باقي ليه شي 3 شهور، ما بقى لا وقت للتجارب لا وقت باش يلاه يجي شي مدرب جديد اللي يلاه خاصو يتاقلم مع اللاعبين ويفهم العقليه ديالهم، وفي نفس الوقت يقلب على لاعبين جداد ولا يتعلم يسيطر على الضغط ديال الجمهور المغربي. اي مدرب غيجي دابا خاصو على الاقل 6 شهور ولا عام غير باش يفهم شنو عنده، وحنا ما عندناش هذا الوقت. والنقطه اللي الناس ما باغاش تهضر عليها هي انه وليد الركراكي علا السقف بزاف، طلع لبرا، وصل نصف نهائي كاس العالم. هذا الانجاز راه ماشي عادي وماشي ساهل وماشي صدفه. دابا غير قولوا لي اي مدرب غيجي دابا الا ما وصلش على الاقل نصف نهائي كاس العالم غنبقاو نقولوا عليه اشنو هو دار كاع والو. يوصل حتى الربع نهائي كاس العالم غنبقاو نقولوا عليه انه قل من وليد الركراكي، ولا وصل لثمن النهائي غنقولوا عليه بانه رجعنا اللور. اما الله يحفظ اللي كان شي اقصاء مبكر من دور المجموعات غنقولوا عليه بانه مدرب فاشل وفشلنا معاه. يعني ببساطه اي مدرب غيجي دابا خاصو يدير معجزه وخاصو يوصلنا حتى النهائي كاس العالم باش يتسمى مدرب ناجح وباش يكون عنده معنى على الجا، والا غيتسمى راه ما دار والو وما زاد حتى شي اضافه على داكشي اللي دار الركراكي. كزافي هرنانديز ولا طارق سكيتيوي وهما جوج سميات اللي كنسمعوا بزاف باش يحققوا هادشي صعيب. كزافي هرنانديز اسم كبير، مدرب اوروبي، ولكن ما عمره ما درب شي منتخب وما عمره خدم في افريقيا، زائد انه غيجيب ثمن كبير، يعني هادشي راه مغامره. طارق سكيتيوي مغربي كيعرف البلاد وكيعرف العقليه ديال اللاعبين المغاربه، زائد الالقاب اللي حصد، ميداليه فضيه في اولمبياد، زائد كاس العرب، زائد كاس افريقيا للمحليين، ولكن ما عندوش تجربه كاس العالم وما عندوش تجربه تدريب منتخب اول، والضغط عليه غيكون كبير، يعني حتى هو راه مغامره كبيره. دابا نجيو للسؤال الحقيقي، واش الركراكي كان مدرب فاشل؟ لا، ولكن واش كان مدرب ناجح ومثالي؟ حتى هي لا. كان تراجع، كانوا اخطاء وكانوا انتقادات، ولكن راه ما كانش انهيار وكانوا نجاحات. ماشي سهل انك تكون اول منتخب عربي افريقي كيوصل نصف نهائي كاس العالم، زائد اطول سلسله انتصارات في تاريخ الكره المغربيه. الفرق هنا كبير بين مدرب فاشل تماما ومدرب خاصو غير يصحح المسار ديالو. وهذا الشيء علاش انا مع بقاء وليد الركراكي، ماشي حيت ما دارش اخطاء، لا راه دار اخطاء، غير هو التغيير في هذا الوقت راه مغامره. كمل المشروع ديالو حتى كاس العالم الجايه اللي قريبه بزاف ومن بعد يتحاسب. ودابا بغيت نعرف ارائكم، واش نتوما مع بقاء وليد الركراكي ولا مع التغيير؟ ولا مع التغيير قولوا لي في نظركم شكون هو المدرب المناسب والاقرب للنجاح مع المنتخب المغربي. خليوا لي ارائكم في التعليقات ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.